كابتن خالد ده صح. ازي حضرتك استاذ كامل؟ يعني صراحه كده من غير ما تزعلش مني، يعني انت عملت فرقه 10 على 10، جبت مدير فني مميز جدا كابتن مختار. يعني عملت نتائج كويسه جدا ما حصلتش من سنين، ان كان دايما المصري بيصارع من اجل البقاء. فوجئ الرأي العام بإقالة كابتن مختار بسبب الهزيمة من نادي سموحة، رأيك؟ هو مش إقالة، يعني مش عاوز أقول إقالة، أنا عاوز أقول إنها يعني في تفاهم بينهم وبين بعض مع الكابتن مختار، وده كان بالتراضي بين الطرفين. يعني الموضوع مش بهدوء جدا، يعني لأسباب يعني للطرفين. يعني كانت أحسن حاجة إن ننهي العلاقة في الوقت ده لمصلحة الطرفين، ما فيش أي مشاكل خالص يعني. استاذ كامل، ما هو بدليل حضرتك هتديله الشرط الجزائي يعني الإقالة. لا ما فيش حاجه اسمها شرط جزائي خالص. كابتن مختار راجل محترم جدا. اول حاجه العدل في شرط جزائي. مش في شهرين بين شرط جزائي؟ لا يعني ده لما واحد بنقول شهرين، لا ما فيش حاجه اسمها شهرين شرط جزائي ابدا. يعني مفيش دفع شرط جزائي للكابتن مختار؟ لا راجل محترم جدا، واتفقنا يا جماعه ده بدون يعني اقل من مكالمه بتاعتنا لحد دلوقتي. يعني الموضوع كان بسيط جدا طيب هل بسبب الهزيمه من سموحه يعني، ولا لان كابتن مختار كان عامل ماتش كبير جدا ضد الزمالك، وحتى انت عملت مكافاه اجاده للعيبه لان هم اجادوا في المباراه؟ انا عاوز اوضح دي بالذات. اتفضل. مين مجنون رئيس نادي يعمل لفريق مهزوم مكافاه؟ فالشخص اللي بيقول اللي قال هذا الكلام طبعا ده شخص غير مسؤول، يعني عيب جدا ان يطلع يقول ده رئيس النادي ادى مكافاه اجاده على ايه؟ على هزيمه؟ لا انا قلت بس ممكن تكون اجاده على اداء، يعني عارف ايه يعني. لا اطلاقا اطلاقا لم يحدث هذا اطلاقا. بالعكس احنا اخذنا قرار في مباراة حرس الحدود بخصم 5000 جنيه على كل واحد، واخذنا قرار على مباراة سموحة امبارح 5000 جنيه على كل واحد. طيب عندنا الثواب والعقاب موجود، يعني عيب جدا. لا انا بحب اوضح دي، سمعتها اتفضل يا بعض الاصدقاء ان في احد الساده الافاضل الرياضيين قال ان احنا مش ممكن ان احنا ندوم اجاده على وخدوا 10000 جنيه وكلام، يعني كلام مش صح من ده. ليه؟ يعني احنا دي اداره، احنا عندنا اداره محترمه جدا بتعرف ايه الصح والغلط. هذا لم يحدث اطلاقا. تمام. وتقريبا الكابتن ابراهيم يوسف اللي قال الكلام ده؟ انا على حسب معلوماتي كابتن مسؤول هذا الكلام، لكن مش عارف اجيب المعلومات دي منين. فارجو في المستقبل يكون في تدقيق في المعلومات، اللي دي بتعمل صوره سيئه جدا لنا بالذات. طيب استاذ كامل، دلوقتي كان كل الجرايد كاتبه كابرال، وانا على علم ان هو طلب 50,000 دولار في الشهر، وطبعا قلت له هنبقى نرد عليك، طبعا مبلغ مبالغ فيه، وان هو عايز الجهاز الفني هو اللي يحدده، وعايز 6 شهور مؤقت. الكلام ده مش صح برضه اطلاقا، يعني الكلام ده مش صح. يعني ما كانش كابرال خالص؟ كابتن خالد يعني كان في تفكير في كابرال زي ما كان في تفكير من كابتن حسام. كابتن حسام هو كان بالنسبه لي اول الناس المرشحين لهذا كابتن حسام البدري. حسام البدري طبعا. اللي حصل ان هو عنده ظروف يعني خاصه جدا بالاسره، وكان محتاج وقت وده، وكان فيها بمنتهى الشياكه واللياقه. كابتن حسام قال لي انا لو اول الموسم كنت جيت، لكن يعني انا لظروفي العائليه، لان عائلته في كندا. بالظبط، فانا بعتذر. والراجل يعني طب هل هو رشح لك كابتن علاء ميهوب؟ يعني قال لك كابتن علاء ميهوب ممكن يكون متواجد مع حضرتك؟ لا اطلاقا. طب حضرتك بس كابتن علاء ميهوب اصبح المدرب العام المدير الفني ولا المدرب العام؟ لا هو دلوقتي عشان الخبر يكون مظبوط، وانا بقول هذا الكلام تمام، علشان الكلام يكون واضح جدا. لان انا سمعت اشاعات كتيره جدا بعد الظهر، وانا بوضح النقط كالاتي. الكابتن علاء ميهوب مع كابتن طارق الصاوي الاثنين مدربين عام للنادي المصري. تمام. والاثنين هيتولوا المسؤوليه. تمام. ماتش المقاولين اللي جاي. وماتش المقاولين اللي جاي عقبال ما تجيب مدير فني اجنبي. علشان نقعد نفكر ونشوف، لان انا مش عاوز اجيب واحد مع القهوه. تمام صح. اجيب واحد على مستوى كويس جدا، واعتقد النادي الاهلي عمل هذا الكلام بالظبط. على النادي الاهلي قال لك كابتن زيزو للدور الاول. قعدنا بين حسن الساوي بعد جدا في ما كنتش معلش
اولا يعني اول وتاني مين اللي هيحط التشكيل، مين اللي يعني في ماتش المقاولين اللي جاي، يعني لازم يكون في رجل اول ورجل ثاني، ولا ايه رايك؟ انا بقول لك ان ديت انا عارف انها الاسئله هتدار على هذا الموضوع كتير جدا، لكن انا لما قعدت مع الشخصيتين وشفت الاثنين وده انا يعني اتكلمنا في هذا الموضوع كتير جدا، والاثنين اكدوا لي ان مش هيبقى فيه اختلاف نهائي، لان الشخصيتين شخصيتين محترمين جدا ويحبوا بعض، فانا هنديهم الفرصه يا جماعه. بص، وانا شايف ان ده هو فعلا الحل المثالي جدا، ويمكن ده تبقى احسن مفاجاه بالنسبه لنا هذا العام، الله اعلم، محدش عارف الخير. طب كان في كلام ان كابتن علاء عايز كابتن هشام حنفي معاه في الجهاز. جامع هشام حنفي فعلا هيصل بكره ان شاء الله، وهيبقى المدرب الثالث ان شاء الله، الثالث الموجود في الجهاز، لانهم محتاجين مساعدين. وانا النهارده قلت لهم ان احنا عايزين مدرب احمل على مستوى عالي جدا، حتى لو اجنبي احنا مستعدين نتعاقد معاه. يعني كل الامور هنوفرها لهم ان شاء الله، لكن الخبر اللي فعلا اللي عمل لي ارتياح كبير جدا للحل المؤقت حاليا هو ان جميع اللاعبين اتصلوا بيا النهارده وفرحانين جدا جدا، انهم يعرفوا كويس جدا كابتن علاء ميهوب من قبل. طارق الصاوي معاهم، طارق الصاوي كان مش فرحانين ان الكابتن مختار مشي يعني. لا انا ما قلتش هذا الكلام، مش هذا كان كلام واضح جدا بوجود الكابتن علاء ميهوب، لان احكي لك يكون مدير فني 15 يوم هو دلوقتي يجيب واحد يكون فعلا يعني يكون هيكون صحيح يكون كمان، لان ان ربنا وبقى حارس مرمى الاول. شكرا كامل ابو علي النادي. ما بيروحش التدريب 4 ايام غايب عن التدريبات، الله يكون في عون مصطفى جعفر. انا اعتقد ان هو بيمر بحاله نفسيه سيئه جدا. انتوا عارفين ان من شهور فاتت زوجته توفت وهي بتخلف، زوجته توفت وهي بتخلف، فالراجل يعني اكيد ذهنه مشتت تماما تماما تماما. نتمنى له يا رب يخرج من اللي هو فيه. وانتوا عارفين ان هو معروض للبيع